واهلا ومرحبا بكم في اولى فقراتنا الحواريه. قلنا لكم في المقدمه انها سوف تتعلق ببرلمان للثوره، ولكن هذه المره البرلمان سيكون برلمان موازي. طبعا قلت لكم في مقدمه الحلقه بانه فكره البرلمان الموازي دي حصلت ساعه الانتخابات اللي لقت تزوير فج في سنه 2010، واللي على اثرها بعض الشخصيات السياسيه وبعض القوى السياسيه قرروا تكوين برلمان موازي وسخرت منه القياده في هذا الوقت. الآن ائتلافات الثورة أو شباب الثورة أو بعض شباب الثورة قرر أنه يخلي خطوة البرلمان الموازي دي خطوة أيضا لتوحيد فصائل الشباب، لتوحيد ائتلافات الشباب، وأنه تتم عملية انتخابات داخلية بينهم حتى يكون أو يخرج من بينهم برلمان موازي. أنا طبعا إلى هذا الحين وقبل ما يتكلموا ما أعرفش إيه وظائف البرلمان ده، إيه دوره، هل هيكون رقابة على البرلمان اللي المفروض بيراقب الجهات التنفيذية وبيقوم بالعملية التشريعية؟ هل هم هيراقبوا أداء البرلمان؟ هل هو برلمان هيحاول ياخد شرعية موازية هو كمان؟ كل ده الحقيقة أسئلة ضيوفي في هذه الفقرة هم اللي هيجاوبوا عليها. واسمحوا لي الأول أن أنا أرحب بيهم. برحب بالأستاذ شريف عبد السميع، منسق عام الجبهة المستقلة لشباب مصر، وقال لي إنه عضو المكتب السياسي لاتحاد الثورة المصرية. أهلا ومرحبا بيك. برحب بالأستاذ محمد علام، منسق عام اتحاد الثورة المصرية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. وأيضا معايا الأستاذ محمود العريبي، وهو وكيل مؤسسي حزب أنت مصري وعضو الشؤون القانونية لاتحاد الثورة المصرية. أهلا وسهلا بك. أنا بميل دايما في الأول بالذات بالنسبة لشباب الثورة تعريف بيهم سنا ووظيفة ومؤهل عشان الناس تبقى واخدة فكرة كاملة هم بيكلموا مين. فنحب ولو بسرعة كده كل واحد منا يعرف نفسه للجمهور هو مين قبل ما يكون عضو اتحاد ثورة أو عضو شباب ثورة أو هكذا. اتفضل. أنا اسمي شريف محمد عبد السميع من الزيتون، محاسب، بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، مدير مشغل الهدى مستلزمات ملابس الجاهزة، وحاليا منسق العام للجبهة المستقلة شباب مصر. جميل. ما قلناش السن. 33 سنة. 33 سنة. أستاذ محمد. أنا محمد عبد الحميد. ولو إن احنا طبعا اتعرفنا قبل كده بس معلش عشان الناس اللي مش فاكرين أو ما شافوش حاجة. محمد عبد الحميد علام، أخصائي تأهيل رياضي ومدرب سباحة ومدير أكاديمية مكة سبورتنج، كنت مدرب في الأهلي وكنت بدي محاضرات في كلية الشرطة لحد شهر 3. ايه رأيك في السباحة فريدة عثمان دي؟ جابت يعني ميداليات ذهبية كتير قوي لمصر في البطولة العربية ولا ما تابعتش؟ لا، فريدة من السباحات. بنت صغيرة بس هي مواليد 94. هي يعني من الناس اللي كانت بتحقق يعني بطولات من وهي صغيرة وسباحة يعني موعودة ما شاء الله. ساعدتنا الحقيقة في الدورة دي، موهوبة من الناس اللي هي الموهوبين. تمام. أستاذ محمود. محمود علي العريبي، أصل محامي استئناف من سوهاج. كنت بشتغل مستشار قانوني لمجموعة الفهد بالسعودية قبل الثورة، وكنت نازل أجازة بس المفروض كانت أجازة تخلص آخر شهر يناير. طبعا حسيت إنه بلدنا هترجع لنا تاني فاستمرينا هنا. كنت تاخد غياب هناك؟ لا، ما أنا يعني حاولت كده، عملت محاولة وعملت خروج نهائي وكده. طبعا عضو لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين بالمجلس الوطني، وحاليا وكيل مؤسسي حزب انت مصري اتحاد الثورة المصري. اهلا بكم جميعا. استاذ شريف، اولا ندي فكرة للناس، فكرة البرلمان الموازي نشأت امتى ونشأت ليه؟ هي الفكرة نشأت امتى؟ احنا بقالنا من شهر 3 واحنا بنحاول ننشئ الفكرة نفسها ونطلعها يعني النور زي ما بنقول. كانت بتقابلنا بعض المشاكل ان معظم الشباب كان ليهم ثقافات مختلفة وفكر مختلف، فحاولنا الفترة اللي فاتت ديت على مسافة 6 أشهر تقريبا ان احنا بنحاول نوحد الصفوف وبنحاول نوعي الشباب ان احنا لازم كلنا نبقى في كيان واحد ولازم كلنا نجتمع على كلمة واحدة. كان السبب الرئيسي اللي في الاحداث اللي فاتت ديت ان احنا حسينا ان احنا داخلين على مرحلة خطرة. تخوفنا ان احنا مثلا الثوره بتاعتنا تتحول من سلميه لاستخدام العنف. ده كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا، ان احنا مصممين ان احنا للنهايه سلميه ان شاء الله، مش مستعجلين. يعني الثوره عمرها مثلا ما تنتهي في 9 أشهر ولا 18 يوم كما يعتقد البعض. احنا ان شاء الله هنفضل نكافح الفساد
هنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على سلميه الثوره ان شاء الله بكل جهد لينا. معانا مجموعه كبيره من الائتلافات والحركات والكيانات بعد 25 يناير او قبل 25 يناير، المهم ان هي كيانات ثوريه. حاليا بدانا ان احنا نجمع الكيانات دي في كيان واحد. هدفنا الرئيسي هو ان احنا نوحد الكلمه ونحدد مطلب واحد لينا كلنا. جميل. ده الهدف الاساسي. ده الهدف الاساسي من الفكره.